وجه درامي عربي جديد بارز بالفترة الأخيرة، إلها مكانة حلوة بين النجمات الصاعدات بقوة حتى تكون واحدة من نجمات الدراما. هي رزان جمال اللي شاركت ببطولة أكثر من مسلسل عربي، منهم المسلسل المصري ما وراء الطبيعة، وهماتين اجتمعت بتيم حسن بمسلسل أنا، وهسه متصدرة الترند بأحدث أدوارها بمسلسل الثمن ويا باس الخياط. على مود هيك التقينا برزان وكان هاللقاء الممتع، وبهالطريقة رحبت بينا وبدأ الحوار. واو واو، انا اللي لازم رحب فيكم، لانه عن جد ما بتصدق الدعم يلي عم يوصلنا من العراق، وقديش عم بيتفاعلوا مع المسلسل تبعنا. هالكلام صحيح، والجمهور العراقي دا يتابع الثمن، واصداء الانطلاقه كل كبيره. عم بيوصلنا كتير كومنتس من هونيك، وقديش عم بيحبوا الشو، وقديش عم بيحبوا اداء بشخصيه ساره. هذا الشيء يعني عن جد شو هالمفاجأة الحلوة. يعني نحن لما أنا شخصيا بقرر آخد دور، ما بفكر بقد إيه حيكون الجمهور كبير، حينجح ما رح ينجح، بس بفكر إذا أنا رح حبيت القصة، حبيت الشخصية، مين معي عم بيمثل، المخرج، الكتاب، هذا هو ولازم حسها للشخصية. ما بفكر بهالاشياء، بعرف انه انا بعطي كل شيء عندي اياه، وبعدين بترك مثل بيبي يلا انت طير، طار طار ما طار ما طار. فمشان هيك هالمره حسيت انه قلع المشروع، وردود الافعال كتير حلوه فعلا، وهذا الشيء كتير هيك قريب لإلي حلو. تستاهلين النجاح، وانت من الوجوه الشابه اللي انطلاقتها واثقه ومشغول عليها.